واليوم يا جماعة بدنا نعمل لكم وربات بالقشطة على البارد على طريقة الشيف لؤي، ويلا بينا. السلام عليكم يا جماعة، ومكملين مع بعض سلسلة رمضان بالحلويات وبالأكل. طبعا إن شاء الله بدنا نعطيكم يعني أي أسهل طرق وبأحسن جودة وبأقل تكلفة. اليوم بدنا نعمل مع بعض وربات قشطة. وربات قشطة على البارد، في منا بتعمل على البارد، في منا على السخن. اليوم بدنا نعمل على البارد. رح نشوف مع بعض شلون بدنا نعمل الوربات القشطة. أول شي بنجيب ورق البقلاوة. بعد ما جبنا ورق البقلاوة نحسبه، بنقطعه على 3 مثل ما شايفين. هاي 1 وهي 2 وهيك قسم حاله على 3. ال3 مساوات بعض. وهلا بنشوف طريقة التحضير كتير سهلة وبسيطة. بنسوي وربات يعني ما بتطول معنا ربع ساعة. بعد ما قطعنا ورق البقلاوة بهالشكل بنفرده. يعني موضوعه كتير سهل على فكرة. قبل ما نبلش تقطيع الوربات بنجيب صينية مثل هاي، بندهن أرضيتها سمنة. ندهن أرضيتها سمنة كتير، يعني بندهنها كويس بهالشكل. موضوع الوربات كتير سهل على فكرة، يعني ما بياخد معنا شغل أبدا وما بياخد مجهود. موضوعه كتير سهل وبسيط. بعد ما دهنا الصينية طلعوا علي شلون نعطيها هالشكل. بناخد هون هالزاوية نسحبها لهون بنعطيها هالشكل. بنتنيها هالتانية شايفين، ومنقص الورق. موضوعها كتير سهل وبسيط. تعطينا هالشكل. بنرصها بالصينية. بعد ما دهنا الصينية سمنة نعمل وحدة تانية. موضوعها على فكرة كتير سهل وبسيط. بعد ما خلصنا عطانا هالشكل شايفين. عطانا قطعتين 4 6 8 9 قطع، 3 صغار و6 كبار. وهدول حطيتهم يعني عادي الولاد بتسلوا فيهم، ما في عليهم مشكلة. بعد ما عطانا هالشكل خلصنا. هون نعطيه سمنة. السمنة تكون دافية ما هي باردة. نعطيه سمنته مزبوط. السمنة ما العيار، عطوه سمنة، شبعوه سمنة. حطوا له مثلا شمشيتين 3 لبين ما يشبع سمن. وبعدين هو السمن نفسه بدنا نصفيه، يعني ما في مشكلة عليه. وهلا بعد ما عطيناه سمنته بدنا ندخله على الفرن على درجة حرارة 170 فوق وتحت لمدة ثلث ساعة. ومنطلع عليه. إذا لسه بده شوي مثلا بنعيفه 5 دقايق. لا خالص، الورق يعني مستوي معنا بشكل حلو. بنسحبه وبنصفي السمنة وبعدين بنعطيها قطر. يعني الموضوع كتير سهل على فكرة. يعني كل ما بتاخد معي يعني بدك تقولي مع الخبيز مع كله تقريبا نص ساعة تكون خالصة. هلا بدنا نحطها بالفرن وبعدين بنكمل مع بعض طريقة التفنيش يعني. وإن شاء الله الوصفة كتير سهلة وبسيطة وبتعجبكم إن شاء الله. والله مثل ما اننا شايفين بنحطها بالفرن لمدة 20 دقيقة. وبعدين بنراقبها على درجة حرارة 170. وهون بعد ما خلصت بدي اسحبها من الفرن. هدولي على الشكل. يا سلام، عن جد شكلها تحفة. يعني شكلها عمال يحكي انه هي تمام. شوفوا لي على الشكل بعد ما طلعت من الفرن. هلا هون بايش بدنا نساوي؟ بدنا نصفي منها السمنة. نصفي منها السمنة
بعد ما صفيتها من السمنة مزبوط ببلش بعطيها القطر، بعطيها كمان قطر تاخد كفايتها بهالشكل، بعطيها كفايتها بالقطر، وبعدين كمان القطر برجع بصفيه. القطر كمان بنحسن نحن نستخدمه على حسب الطلب. وبعد ما اعطيناها قطرة مزبوط بنصفيها، ما بصير نعيد فيها القطر مشان العجين معنا ما يتشتش. بنصفيها بالقطر، هي المهم اخذت حلاوتها، هي حلاوتها بتكفي. بنصفيها من القطر مزبوط اللي شايفين، ما بنعيب فيها كتير قطر، هي اخذت حلاوتها تقريبا. صفيناها بهالشكل، ما ضل عنا قطر. وهون بعد ما بردت معنا بنبلش نحشي فيها، نفتحها هيك بالنص بهالشكل، نحشيها قشطة بلدي، شايفين نحشيها بهالطريقة قشطة بلدي، بنلتها بالفستق الحلبي. بنقدمها لضيوفنا. هاي بتكون على سفرة رمضان إن شاء الله بعد الإفطار. نقدم نوع من أنواع الحلويات، وصفة سهلة وبسيطة، ما قضت معي نص ساعة شغل. وهلا هيك خلصنا. هذا هو المنظر الأخير، شوفوا لي على الشكل، عن جد تحفة. نعطيهم هيك بآخر شي زينة بالفستق، وإن شاء الله ألف صحة وهنا على قلب الجميع.